كيقولوا بلي كاينين شي أسرار من الأحسن يبقاو مدفونين، حيت فاش كتحل عليهم الباب مبقاش مازال كتقدر تسدو. بدات القصة فاش عثمان الشاب اللي كيجري على طرب الخبز في مدينة السطات توصل بخبر وفاة الحاجة رحمة، جداتو اللي كانت ساكنة فواحد الدار قديمة بدرب عمار. الحاجة رحمة كانت معروفة بالوقار ديالها، ولكن حتى واحد ما كان كيزورها، كان ديما سادة عليها وعايشة بالليل كتر من النهار. المحامي عيط لعثمان وقال ليه جداتك خلات لك الدار، ولكن بشرط واحد مكتوب في الوصية: ما تحيد حتى حجرة من بلاصتها وما تحفرش تحت العتبة مهما وقع. عثمان اللي كان كيسكن غير في بيت سكاري ما داش على كلام المحامي، قال مع راسو هادي غير خرافات ديال الناس زمان. نهار دخل للدار حس بواحد البرودة غريبة، واخا الصيف والقايلة برا. الدار كانت عامرة بمرايات مغطيين بثوب بيض، وريحة البخور لاصقة في كاع الحيوط. في ديك الليلة الأولى بدات الأمور كتحماض. عثمان سمع صوت تغزغيز تحت الناموسية ديالو، بحال شي حد كياكل في شي عظم. ناض شعل الضو ووالو، غير طفى الضو سمع صوت مرا كتهمس ليه في ودنيه: حل الصندوق ولدي، الرزق كيتسناك. دازت سيمانة وعثمان مبقاش يلقى ما ياكل. الطمع والاحتياج خلوه ينسى وصية المحامي، هز بينسا وبدا كيقلع الزليج ديال العتبة اللي هضرت ليه عليها جداتو. تما لقى صندوق في النحاس قديم ومصدي وعامر بالسناسل. غير حل الصندوق خرجت واحد الريحة خانزة ديال الكبريت وحتى ديال الغموضة. في الداخل لقى جوج حاجات حبسوا ليه النفس، لقى خاتم ولقى واحد القطعة معدنية بحال الدينار. الخاتم كان من فضة كحلة، وسطو حجرة لونها بحال لون الدم كتحرك بحال شي عين، ومنقوش عليها من الداخل شي طلاسيم بحال الرموز اللي كتشوفها في القبور القديمة. غير قاسو عثمان حس بواحد الصدمة بحال الصدمة الكهربائية دازت كاملة مع الحلم. أما القطعة المعدنية اللي كانت على شكل دينار كانت ثقيلة بزاف، لون الدينار كان ذهبي باهت وغادي الكحولية، جهة فيها نقش ديال جمجمة ما فيهاش فك، والجهة الأخرى فيها واحد الدائرة وسطها نقطة بحال شي عين كتشوف في السما. عثمان تخلع، رمى الصندوق وخرج كيجري للزنقة. في الباب تلاقى مع واحد الجار قديم شافو كيرجف. الجار قال ليه واحد الجملة جمدت ليه الدم في عروقو، قال لي: ياك ما حليتي صندوق عثمان، راه جداتك ما ماتش موتة طبيعية، راه هي اللي كانت حباسة، يعني الخادم ديال هاد الدار، وفاش ماتت كانت كتقلب على اللي يورث العهد ماشي اللي يورث الدار. عثمان رجع لدارو لقى الصندوق اللي رماه فوق العتبة محلول، وفي الداخل ديالو خاوي، وفي المراية ديال الصالون لقى مكتوب بالدم: شكرا حين طلقتيني، دابا غنتعشاو بخوك الصغير. من بعد ما شاف عثمان ديك الجملة الركابي ديالو ما بقاوش هازينو. خوه الصغير امين عنده 8 سنين خبر من بلاصتو، والشرجم كان محلول وخا الكرياج كاين. خرج عثمان كيجري للزنقة، لقى خوه غادي بواحد المشية غريبة لواحد الزنقة. فاش قرب ليه امين دار عنده عينيه ولاو كلهم كحل،
وبقى نبسوس مبحوح. الخاتم اللي كان في الصندوق بعتيه بدمك، ودابا الحساب بدا. عثمان اكتشف بلي الخاتم متقليه في صباعو وما بغاش يتحيد، بلي ديك الحجرة اللي لونها لون الدم وبدات كتنبض بحال القلب. اما داك الدينار فكان عثمان عطاها لواحد الشناق في السوق باش يفك واحد الازمه كانت عنده، وما عرفش بلي هذيك هي ثمن المقايضه مع المريض. بان بط هامي هذا واحد الفقيه، ورش الماء المرقي على امين اللي طاح سخفان. الفقيه قال لعثمان بوجه معبس: داك الصندوق سجن ديال مال سميتو شمهاروش الغطاس. الخاتم اللي في يديك هو القيد اللي كيخلي المال يتبعك فين ما مشيتي، وداك الدينار هي الرشوة اللي كتعطيه القوة باش يتجسد في هاد العالم. إلا ما رجعهاش ديك الأمة قبل الفجر، خوك آمين غيولي هو القربان. عثمان مشى كيجري لعند الشناق، لقى الحانوت محروق والناس مجموعين. دخل وسط الدخان ولقى الشناق ميت ويدو اليمنية مقطوع محطوطة فوق الميزان، وداك الدينار كانت مخشية ليه في فمو، والدم سايل منها بحال إلا شي قطعة كتنزف ماشي جوتها. عثمان مد يدو باش ياخد الدينار من فم الجثة، ولكن في ديك اللحظة الجثة حلات عينها وشدت ليه في يدو بقوة وقالت ليه: الثمن غالي ومازال ما خلصتي والو. وعثمان تر يدو بالجهد وهو كيقرا المعوذتين، هز العملة اللي كانت سخونة بحال الجمر في يدو وهرب للدار. لقى با تامي كيحاول يثبت روح امين اللي بدات كتسحب. الفقيه هوت عليه قال ليه: سرب، المريض دابا راه كيتسناك عند العتبة. وعند عتبة الدار بان واحد الخيال كبير كله كحل وعينيه بحال الجمر. المريض نطق بصوت كيزلزل الحيوط: هذيك العملة هي حريتي، وهذاك الخاتم هو عقد البيع بيني وبين جلاتك. رجع لي العملة ونعطيك كنوز الأرض، ولا رجعها للصندوق وتموت فقير ولكن تعتق خوك. عثمان شاف خوه اللي كينازع، وشاف الخاتم اللي في صبعو بدا كيكحل بصبابو. عرف باللي الطمع هو اللي وصلو لهنايا. بصوت عالي قال: اللهم قيني الشر الطمع ديالي، ورمى العملة لوسط الصندوق النحاسي وهو كيكبر. غير طاحت العملة المريض بدا كيتكمش ويتجر بالجهد لوسط الصندوق. عثمان سد الغطا وزاد عليه قفل مرقي. الصمت رجع للدار وامين حل عينيه وهو كيبكي. عثمان حس بلي الخاتم طار من صبعو وطاح في وسط الصندوق قبل ما يتسد، بحال الا داك العقد تفتح. عثمان قرر يلوح الصندوق في البحر. فاش وصل لشط البحر لقى منحوت في جنب الصندوق: اللعنة لا تنتهي بالدفن، بل تنتقم بمن يملك المفتاح. عثمان رجع من البحر وهو كينهج. البرد الصباح كيقيس وجهه، ولكن هو كان كيحس بالعرق سخون نازل مع ظهرو. غير حط رجليه في عتبة الدار حس بالدار تبدلات. الريحة د الدار ما بقاتش هي، بلات فيها ريحة البخور القديم والتراب المبلول، نفس الريحة اللي كانت في دار الحاجة رحمة. فاش جبت السروال باش يبدلو طاح الساروت فوق الأرض. داك الصوت اللي دار الساروت فاش قاسم في الليش ما كان صوت حديد،
كان بحال شي ضحكة مكتومة. عثمان هز الساروت وبغا يلوحو من السرجم، ولكن يدو تشنجات. لقى راسو كيدخل الساروت في جيبو بكل طواعية، وكأن يديه ما بقاش تابعة لعقلو، ولات تابعة لأمر واحد آخر. وعثمان وقف قدام مراية الحمام، شعل الضو وهو يتهز من بلاصتو. شعرو اللي كان كحل بحال الغراب ولا بيض بحال الثلج، ماشي بياض ديال الشرب، ولكن بياض نيت. والعينين هنا فين كان الروح، البريق اللي في وسط عينيه كان كيتجهد ويطفى بحال النبض. فاش كيشوف في المراية ما كيشوفش غير وجهه، كيشوف خيال ديال الحوجة رحمة واقفة وراه، حاطة يدها على كتفو وكتهمس ليه: السر تقيل يا وليدي، ودابا كتافك هما اللي غادي يهزوه. عثمان فهم باللي المريض ما بقاش في الدماغ ولا في الخاتم. المريض دابا ساكن في السر اللي ورثو عثمان مع الساروت. السر اللي ورثو هو انه ولا كيقدر يسمع افكار الناس السيئة، ولا كيسمع الحقد ديال الجيران والمكائد ديال الصحاب، ولا كيشوف النقطة الكحلة في قلب اي واحد داز من قدام باب الدار. هاد الهدية هي في الحقيقة اكبر عذاب، حيت ما بقاش غادي يقدر يثيق في حتى واحد، وغادي يعيش مذوب بحال اللي عاشت الحاجة رحمة. عثمان جلس في السداري في الصالون، طلع حط الساروت فوق الطبلة. الساروت بدا كيخرج منه واحد الدخان رقيق كيدور بعثمان بحال شي حنش. عثمان غمض عينيه، ولكن لقى راسو كيشوف مزيان كتر من اللي هما محلولين. سمع صوت في ودنيه كيقول: دابا يا عثمان، شكون هو الأول اللي غادي يكشفوا ليه السر ديالو؟ عثمان ابتسم واحد الابتسامة باردة، وعرف باللي من ديك الليلة ما بقاش سميتو عثمان. عثمان إنسان عادي، بل ولا هو موي الساروت الجديد الحومة. تنتمنى تكون عجباتكم القصة، وإلا عجباتكم ما تنساوش تقولوا لي في التعليق واش تبغيو تتمة ديال القصة. وإلى اللقاء، قصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.